طب احنا عايزين ايه وصفات حلويات في رمضان؟ مصريين بقى المطبخ. في وصفات حلوه قوي لسه، حتى انا كنت بقولها في البرنامج عندي في دايت رايت. ممكن اعمل بسكوت في رمضان، كوكيز، بس نعملها بزبده فول السوداني، وهي الوصفه سهله قوي. بناخد كوبايه زبده فول سوداني، عليها بضايه وعليها كوبايه سكر دايت او سكر بني، خلاص بنخلطهم في الخلاط كويس جدا جدا، وبيتعمل بنكوره كده ونحطه على صاج، ونبتدي بالشوكه نبططه زي بسكوت كده، تحط بالظبط 10 دقايق ربع ساعه في الفرن. ولما بنطلعه بنستنى ان هو يبرد شويه، اما بحط فيه مكسرات من فوق، واحده عين جمل، واحده سوداني، او ممكن احط نص في، اعمله حمام ماء ساخن من الشوكولاته واحطه في الفريزر واطلعه بعد كده بقى كوكيز حلو قوي. معمول كله بحاجات هيلسي، الشوكولاته الغامقه وزبده الفول السوداني والسكر الدايت، وكله حاجات هيلسي. وواحده عايزه اقول لك انها بتكفي، يعني تاخدي واحده هتشبعك جامد جدا، فيها كل الجسم محتاجه، بروتينات والياف ونشويات. فده بعتبره ان هو دوت حلوى او حاجه حلوه الجسم محتاجها، بس ما بتخنش قوي. في حاجه تانية ممكن برضو اخدها كحلويات في رمضان، بدل ما اخد طبق رز باللبن ولا المهلبيه باللبن وعليه المكسرات والجوز الهند، طب ما انا ممكن اعمله بطريقه صحيه. ايه هو بقى؟ بنعمل حاجه اسمها وجبه الشوفان الصحيه. دي عباره عن ايه؟ عباره عن بجيب كاس كبير عندي او كوبايه كبيره، او ممكن حتى برطمانات القديمه دي، وفي برطمانات بتعمل الاكل، ابتدي احط فيها 3 معالق شوفان. بعد كده هبتدي اغطي الشوفان ده بلبن، يا دوبك يا نص كوبايه لبن خالي الدسم. فوق الشوفان واللبن هبتدي احط 3 معالق زبادي لايت، او معلقتين زبادي لايت كبار، 3 صغير او معلقتين كبار زبادي لايت. بعد كده هحط طبقه من الفاكهه، يعني مثلا اقول لك على طريقه وجبه الشوفان الصحيه باللوز وجوز الهند والباين ابل اللي هو الاناناس. بعد ما بتخلصي الطبقه بتاعتك بتاعت الزبادي، بتبتدي تجيبي اناناس فريش، او ممكن الكمبوت موجود دلوقتي منه لايت، واغسله، ابتدي اقطع شريحتين واحطها فوق الزبادي. بعد كده احط شويه فانيليا، اللي هو فانيليا السايله معلقه صغيره. بعد كده احط شويه جوز هند، معلقه جوز هند، وواحدتين 3 عين جمل. عايزه اقول لك بقى بيطلع في منتهى الروعه. الوجبه دي وجبه متكامله، دي اعملها على الساعه 10 واحطها في التلاجة، واجي الساعه على السحور على الساعه 1 2 كده اطلعها اكلها، شبعني حلوه قوي. اسمها وجبه حلوه مش وجبه حادقه، ادتني كل الجسم محتاجه. ممكن بقى ابدل في المكونات، يعني بدل مثلا الشوكولاته الخام، بدل الاناناس مع الجوز الهند وعسل النحل، ممكن احط فراوله مع شوكولاته خام وبشر شوكولاته غامقه. يبقى انا كده اخدت برده حاجات حلوه، معلقه برده بعد الزبادي، الشوفان واللبن والزبادي، بعد كده احط معلقه كاكاو، بعد كده احط فراوله، بعد كده احط بشر شوكولاته، بعد كده شويه لوز فوق او عين جبل، تطلع فظيعه. في بقى اوبشنز كتير ممكن تعملي، مثلا الايام دي في كريز والعنب الاحمر، ممكن تجيبي مربى التوت اللايت موجوده في السوق في كل السوبر ماركتس، اللي هي هتلاقيها في القسم بتاع مرضى السكر والدايت والرجيمات. واحط برده نفس الحكايه، شوفان ولبن وزبادي، وبعد كده المربى اللايت، وبعد كده احط شويه كريز او عنب احمر فوق، وبشر ليمون بيكسر السكر الكتير اللي موجود في المربى، تبتدي على طول تكسريه ببشر الليمون، والليمون معروف ان هو بيزود الحرق. فدي وجبات دايت اهي، وحلوه وصحيه ومسكره، والناس بتاخدها وبتشبع كويس جدا.